ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن السجون كرسالة رعب. السجون عند المصريين ما كانتش بس لحبس المجرمين، لا دي اوقات كانت بتستخدم كوسيلة رعب. الأسرى اللي بيتاخدوا في المعارك كانوا بيتعرضوا لاستعراض قدام الشعب، مش عشان يتعذبوا بس لكن عشان يوصلوا رسالة: شايفين أعداء مصر؟ بصوا انتهوا ازاي. المشهد ده يخلي اي خصم يفكر 1000 مرة قبل ما يبدأ هو يواجه الجيش المصري. ودلوقتي بقى نتكلم عن الفن كجدار نفسي. المصري القديم ما كانش بيرسم او ينحت لمجرد الجمال، لا الفن كان سلاح. الجدران كانت مليانة مناظر لملوك وهم بيهزموا الاعداء. الملك واقف ضخم ماسك العدو من شعره ورافع ايده بالسيف، والعدو صغير جدا وضعيف ومتذلل. المشهد ده بيتكرر في معابد الكرنك والروميسيوم وغيرهم من المعابد. ليه؟ عشان يرسخ في عقول الناس والخصوم ان المصري عملاق والعدو قزم. الفن هنا مش مجرد صورة، دي رسالة نفسية متكررة لدرجة ان هي تبقى حقيقة في عقل اي حد يشوفها. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن الادب كحرب نفسية ناعمة. الادب المصري كان مليان قصص وروايات بتخدم الحرب النفسية. زي ايه؟ زي حكايات عن ملوك هزموا شعوب شريرة لان الآلهة واقفة معاهم، او نصوص بتصور الاعداء دايما في صورة الفوضى والظلام والمصريين في صورة النظام والنور. القارئ او المستمع يتأثر من غير ما يحس ويترسخ في ذهنه ان مصر هي مركز الكون وكل عدو هو خطر على النظام الكوني. وبالتالي اي حرب ضد الاعداء تتحول في عقل الشعب من مجرد سياسة لحرب مقدسة. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي المسرح الطقسي كأداة نفسية. في بعض الاحتفالات كان المصريين بيعملوا طقوس او طقوس شبه مسرحية قدام الشعب. زي ايه؟ زي اعادة تمثيل اسطورة ايزيس واوزوريس وقت جمع الناس. المشهد الدرامي ده بيخلي الجمهور يعيش حالة وجدانية قوية جدا، يحس ان الصراع بين الخير والشر بيتكرر قدامه، ان الفرعون هو الامتداد الطبيعي للنظام الكوني. لو في اي عدو بيفكر يهاجم مصر والطقوس دي وصلت له، هيشوف ان المصريين مش بيحاربوا بجيش وبس، دول بيحاربوا باسم اسطورة كونية كاملة. ودلوقتي بقى نتنقل في الكلام مع بعض عن الشعر كوسيلة تحريض نفسي. الشعر عند المصريين كان أداة توجيه معنويات. كان في نصوص بتتقال للجنود قبل المعارك فيها صور بطولية عن ملوك سابقين هزموا أعدائهم. القصائد دي كانت بتتحول لوسيلة شحن نفسي تخلي الجندي يحس انه داخل حرب جديدة وهو بيكمل سلسلة انتصارات أبدية. في نفس الوقت الشعر ده كان بيتسرب للعدو لما يسمع ان المصريين بيغنوا عن النصر قبل المعركة، يبدأ يحس انهم داخلين الحرب بروح منتصرين اصلا. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن النقوش الدعائية في المعابد والحدود. المصريين كانوا بيكتبوا نقوش على جدران المعابد وعلى الحدود الشمالية والجنوبية لمصر. النقوش دي مش مجرد تاريخ، دي بروباجندا نفسية. اي رسول او تاجر اجنبي يعدي على الحدود اول حاجة يشوفها صور الفرعون وهو بيدوس على الاعداء. الرسالة هنا بسيطة جدا: لو فكرت تدخل مصر كعدو ده هيكون مصيرك. النقش بيشتغل كاعلان سياسي دائم اقوى من اي جيش واقف على البوابة. ودلوقتي بقى نتنقل للنقطة اللي بعدها، وهي الفن الجنائزي كسلاح نفسي غير مباشر. حتى الفن في المقابر كان ليه بعد نفسي. المصري القديم كان بيرسم نفسه في العالم الآخر وهو عايش في رخاء والأمان، والعدو في صورة معذب أو مطرود. اللي يشوف ده يحس إن الهزيمة مش بس في الدنيا لكن كمان في الآخرة. وبكده الخصم يحس ان معركته مش بس خاسرة لكنها لعنة ممتدة للأبد. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن تصدير الفن للخارج كحرب نفسية ناعمة. المصريين ما اكتفوش بالفن جوه مصر، لا كانوا احيانا بيصدروه كرسائل للدول التانية. بيبعتوا تماثيل او نقوش صغيرة كهدايا للملوك الأجانب. الهدايا دي شكلها فن لكن رسالتها شايف عظمتنا ده مجرد جزء بسيط من حضارتنا. الملك الأجنبي اللي يستلم التمثال يتأثر نفسيا حتى قبل أي مواجهة عسكرية. وهنا نيجي بقى لمرحلة غريبة جدا في الحرب النفسية عند المصريين، وهي استخدام الحيوانات في إشارات ورموز.
يعني مثلا الكلب او اللي كانوا بيسموه المصريين في الوقت ده ابن قوي كان دايما بيرتبط في اذهان الناس بالاله انوبيس اله التحنيط والموت. فلو جيش غازي شاف جندي ماسك رايه عليها شكل ابن قوي كان بيخاف ويترعب من مجرد الرمز. الموضوع مش كائن مرسوم والسلام، لا دي رسالة الموت في ظهري والخوف محاوطك، ودي بجد في حد ذاتها كانت كافية ان هي تخلي اي عدو يتردد قبل ما بيعمل حتى هجومه الاول.